بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله، نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي ونعمل مع بعض أحلى صينية بطاطا في الكوكب. بسم الله. اول حاجه عندنا قشرت البطاطا وقطعتها قطع كده زي ما انتم شايفين عشوائي، وغسلتها وضفت عليها نص كوبايه السكر دي بس مقطع، ما تصورش معايا. اضفت عليها بس نص كوبايه سكر بنفس الكوبايه دي. كمان ضفت ذره قرفه، لو عندك قرفه بزياده زودي معلقه، لكن انا بالنسبه لي عشان القرفه قليله فزودت عود قرفه خشب. ما عنديش حليب لكن عندي لبن بودر، فضفت 4 معالق، 3 معالق، معلقتين المتاح عندك ضيفيه لبن بودر، هيعلي القيمه الغذائيه معاكي وبيدي طعم جميل جدا للحلويات. بعد كده كوبايه ونص ميه او حليب، وهزود على حسب رغبتي في السوى بتاعه البطاطا. بعد كده هرفع البطاطا بتاعتي على النار لغايه ما تكمل سواها، لو احتجت ميه او حليب تاني هزود، بس حبه بسيطه عشان انا عايزه البطاطا تكون مفيهاش سوائل كتير. البطاطا ما شاء الله استوت كويس جدا، بس انا حابه انزلها من المصفى علشان اكون مطمنه انها مفيش فيها اي خشونه، عشان في بعض الشعر كده بيكون في البطاطا مش مستحب بالنسبه لي. تمام كده زي ما حضراتكم شايفين، انا عايزه البطاطا تكون كريميه بالطريقه دي. هضيف بعد كده حوالي كوبايه جوز الهند، وعلى حسب المتاح عندك تقدري تستخدمي البطاطا دلوقتي زي ما هي من غير ما تضيفي لها اي حاجه غير معلقه سمنه بلدي، هتكون زي الفل. لكن انا حابه اضيف الاضافات المطلوبه مني في الوصفه لان هي مطلوبه والخامات جاياني فهشتغل بيها. دلوقتي كوبايه جوز الهند قلبها كويس مع البطاطا، هضيف حوالي 3 معالق سكر، تقدري تضيفيهم بودر او سكر عادي زي ما انا بضيف، تقدري تضيفي عسل او عسل كلوكوز برضو يرجع لك، لكن هو مش محتاجه سكر كتير دلوقتي، يدوب 3 معالق مخلينها زي الفل. ضفت كمان حوالي نص كوبايه عين جمل على مراحل، وبقلبها، بحط جزء واقلبه كويس مع البطاطا عشان ما تبقاش كلها في حته واحده. وزي ما قلت لكم الاضافات كلها ترجع لكم، انا كل اللي ممكن تضيفيه اساسي وضروري معاكي السكر والسمنه، دولت مهمين جدا. ومش لازم تكون سمنه بلدي، ممكن تضيفي سمنه عاديه لو موجوده عندك، لكن اي اضافه تانية دي ترجع لك انت. بعد كده هضيف 3 معالق سمن بلدي كبار كده محترمين، لان انا عندي 3 كيلو بطاطا، يعني بعتبر بحط على الكيلو البطاطا معلقه سمنه بلدي او سمنه عاديه زي ما يرجع لك الموضوع. انا حطيت هنا معلقتين، والمعلقه الثالثه هحطها في الصينيه ادهنها بيها السمنه كويس مع البطاطا. طيب انا ضفت هنا كمان معلقه كريم شانتيه مع معلقه حليب بودر. تقدري طبعا الكريم شانتيه او الكريمه اللباني البودر تقدري تضربيها بالمضرب وتضيفيها على البطاطا في المرحله دي وتخلطيهم مع بعض. انا الناس جايبين لي معلقتين 2 كريم شانتيه فمش مستاهله خالص ان انا اضربها، فضفتهم على البطاطا كده مباشر مع معلقتين حليب بودر عشان ادعم طعم البطاطا، وطعمها كان خرافه الحقيقه. هقلب الكلام ده كله بقى مع بعضه تقليب كويس جدا جدا، واروح اجهز الصينيه بتاعتي. معلقه السمنه التالتة اللي كانت باقيه معانا هندهن بيها الصينيه كويس جدا من كل الجوانب ومن ارضيه الصينيه، عشان نتاكد ان البطاطا بتاعتنا هتاخد لون حلو من الارضيه وكمان مش هتلزق. الحادي البطاطا جاهزة، هنفردها في الصينية كويس. زي ما قلنا هرجع اعيد لكم تاني، ممكن تلغي كل الاضافات اللي ضفناها فيما عدا السكر والسمنة بس، هما اللي تضيفيهم وتظبطي سكرك على حسب رغبتك. اكيد بعد ما نضيف البطاطا هنسوي الصينية بتاعتنا كويس جدا عشان تبقى طالعة كده شكل الخرط بتاعتها محترمة. وعندي انا بقى معلقتين كريمة لباني بودر كده ب3 معالق مية، وهضيفهم على وش الصينيه، وانا تعمدت ان انا ما اضيفهمش في قلب البطاطا عشان يكونوا هما الوش اللي هياخد البطاطا. ضفتهم في معلقتين ميه بس كده، معلقتين الكريمه او كريم شانتيه او هو حليب اي حاجه او قشطه زي ما تحبي، وزعتهم على الصينيه ونضفت جوانب الصينيه زي ما حضرتك شايفه كده، وهدخلها الفرن. كمان الخطوه دي تقدري تستغني عنها تماما، لكن هي المكونات يا جماعه جاياني في الخامات بتاعت الناس، فبالتالي لازم استخدمها واعملها لهم زي ما هم عاوزين. كمان هم عاوزين الصينيه تكون فيها حتت حمرا كده، ما تبقاش كلها لون فاتح، يعني عايزينها، حتى قالوا لي لو ما احمرتش في الفرن قوي اعمليها لنا بالشابوري بتاع النار، حمريها جدا. هي الحقيقه الحمد لله بفضل الله عجبتهم جدا جدا. ولذلك انا على طول جبت نفس الخامات وعملت الصينيه عندي في البيت، كانت تحفه جميله جدا بالف هنا وشفا لاصحابها ولحضراتكم. ان شاء الله لما تجربوا الوصفه دي اتمنى ان شاء الله تجربوها، وبالخامات اللي متاحه عندكم تعملوها، هتبقى جميله جدا جدا وزي الفل. ايديكم هتكون اكيد احلى. تقدري تعملي صينيه البطاطا ديت بس بالسكر والحليب والسمنه، وممكن من غير حليب كمان،
وتقدري تضيفي القرفه او تستغني عنها. بقسم الاوردر على اطباق زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما طالبين اصحابه، بالف هنا وشفا. اتمنى اذا عجبكم الفيديو المتواضع بتاعنا تشرفونا بوجودكم معانا في القناه، ويا ريت اسمع رايكم في الفيديو بمنتهى الصراحه في تعليق، وكمان اشوف بصمتكم الجميله اذا عجبكم الفيديو. وتشرفونا بوجودكم معانا في القناه دايما اذا نستاهل وجودكم معانا. استودعتكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.